رمضان في مصر حاجة تانية، ودايما السر في التفاصيل. أهلا بيكم في المطرية، فطارك ليك وليا. من حوالي 10 سنين وتحديدا في عام 2012 اتفق مجموعة من الصحاب إن هم يفطروا مع بعض في عزبة حمادة في المطرية. ولما الفكرة رحبوا بيها سكان حي المطرية، بقت في عام 2013 وصلوا حوالي 50 شخص بيفطروا مع بعض على مائدة واحدة في رمضان. وسنة ورا سنة بدأت الأعداد تزيد، يشاركوا مع بعض في مائدة رمضان كل سنة، لغاية لما وصلنا السنة دي في 2023 لحوالي أكتر من 50 ألف مواطن شاركوا مع بعض في مائدة واحدة، واللي بتعد أطول مائدة رمضان في مصر. وهنا هتحس إن المصريين لما بيتجمعوا على حاجة لازم تنجح. ومن 2012 لغاية دلوقتي ما وقفش فطار رمضان في حي المطرية إلا سنتين بس، سنتين الكورونا، سنة 2020 وسنة 2021. وبعد كده بدأوا يرجعوا تاني لتنظيم أكبر مائدة رمضانية في مصر. مش بقول لكم رمضان في مصر حاجة تانية.